الهدف من التقارير المالية المعدة بالغرض العام، أو زي ما بيقولوا عليها The Objective of General Purpose Financial Reporting، تقارير المالية المعدة للغرض العام. إيه هدفها؟ أو خلينا نقول القوائم المالية Financial Statements اللي احنا كلنا عارفينها، البالانس شيت، الميزانية، الانكم ستيتمنت، قائمة الدخل الشامل، الكومبريهنسيف انكم، قائمة التغير في حقوق الملكية، الستيتمنت اوف تشينجز ان ايكوتي، قائمة التدفقات النقدية، الستيتمنت اوف كاش فلو، وطبعا الافصاحات او الديسكلوجرز الخاصة بكل القوائم دي. فالهدف من القوائم المالية دي هي تقديم معلومة مالية مفيدة في اتخاذ القرار عن أصول الشركة والتزامات الشركة وحقوق الملكية، نتائج أعمال الشركة اللي بتوضحه قائمة الدخل، الوضع المالي للشركة اللي بتوضحه الميزانية، الكاش والتغير اللي حصل على الكاش خلال السنة أو خلال الفترة، تغيرات اللي حصلت في حقوق الملكية. ناس كتير بتاخد الأرقام دي وتعمل عليها ريشيوز وتعمل عليها نسب مالية علشان في النهاية يوصل لديسيجن. يبقى الغرض من التقارير المالية ان انا اقدم معلومة مالية علشان الناس دول ياخدوا قرار. طب ايه معنى معدة للغرض العام؟ حضرتك الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول زي المستثمر الحالي في الشركة اللي حاطط فلوس في الشركة، عايز يعرف فلوسه حصل فيها ايه، عايز يعرف الشركة كسبت، الشركة خسرت، الوضع المالي للشركة اللي هو مستثمر فيها عامل ازاي. ايضا المستثمر المحتمل اللي بيفكر لسه ان هو يستثمر في الشركة دي، مهم ليه جدا طبعا يعرف الارقام بتاعة الشركة والشركة رايحة فين. الناس الدائنين، البنوك، حملة السندات اللي مديين للشركة فلوس ومقابل الفلوس دي بياخدوا فايدة وبياخدوا فلوسهم في تاريخ معين، كل الناس دي عايزة تعرف الشركة راحت فين والشركة عملت ايه خلال الفترة دي. فالناس دول بنسميهم الاكسترنال يوزرز او المستخدمين الخارجيين. خارجيين نقصد بيها خارج الشركة. الناس دول يا جماعة ليس لديهم القدرة على التحقق. الناس دول ما ينفعش مستثمر في الشركة يدخل كده للمدير المالي، السلام عليكم. وعليكم السلام، بقول لك ايه، اديني كده الكوليكشنز او التحصيلات بتاعة الشركة خلال ال3 شهور اللي فاتوا. يقول له يلا يا عم انت امشي من هنا، يا عم اطلع بره، انت مالك انت؟ عايز تشوف ارقام الشركة، انتظر القوائم المالية او التقارير المالية. فده معنى ان القوائم المالية او التقارير المالية معدة للغرض العام. الناس العامة، الناس البابليك، الناس دي حزينة جدا ومساكين جدا وما بيقدروش يعرفوا وضع الشركة من جوه عامل ازاي غير عن طريق الاي دي بتاع الشركة، غير عن طريق بطاقة الشركة، غير عن طريق القوائم المالية بتاعة الشركة. زي المستثمرين الحاليين في الشركة اللي هم الملاك، زي المستثمرين المحتملين البوتنشال انفستورز، زي الكريديتورز، زي الدائنين، زي بنك هيدي قرض للشركة او بنك اصلا ادى واعطى قرض للشركة قبل كده. طب هل الشركة دي هتقدر ان هي تكمل تسدد فوائد القرض واصل المبلغ وفقا للديل اللي معمول مع البنك ولا لا؟ البورصه، الستوك اكستشينج، الفاينانشال اناليستس والفاينانشال ادفايزرز، بعض الناس ما بيكونش عندهم السكيلز والمهاره ان هم يحللوا القوائم الماليه وبناء عليها ياخدوا قرار، فبيستعينوا بالناس دول علشان يدوهم استشارات ماليه في بعض الشركات المتداول اسهمها في البورصه، هل يستثمروا فيها ولا لا. طيب احنا قلنا كده الاكسترنال يوزرز. طب مين الانترنال يوزر؟ الانترنال يوزرز يا باشا هم الناس اللي جوه الشركه، الناس اللي قادرين على التحقق، الناس اللي الارقام دي اصلا طالعه من عندهم. الناس دي مش منتظرين
قوائم ماليه رسميه، ده الارقام عندهم. بيجي مدير المبيعات يقول له تعالى يا ابني اديني ارقام المبيعات اخر 3 شهور في المنطقه الجنوبيه. عينيا يا فندم حالا. مدير المالي تعالى يا مدير الحسابات كلم لي الاي ار سوبرفايزر وهات لي الكوليكشن اخر 6 شهور حالا. الارقام دي طالعه من عندهم. فالوسيله الاساسيه لتقديم معلومه مفيده في اتخاذ القرار للناس اللي بره الشركه، الناس اللي مش شايفين ايه اللي بيحصل جوه الشركه، الناس اللي ما عندهمش القدره على التحقق، هي القوائم الماليه، هي الاي دي بتاعي. بتيجي تروح بنك او تروح مصلحه حكوميه يقول لك اديني البطاقه بتاعتك، اديني الاي دي بتاعتك. طب هل حد في البيت عندك قبل كده، اخوك، ابوك، والدتك، زوجتك، ممكن زوجتك بقى تقول لك اديني البطاقه بتاعتك، وقتها بقى ايه، نشوفك في سويسرا بقى ان شاء الله. هل حد من الناس دول قبل كده قال لك اديني البطاقه بتاعتك؟ عارفينك انت منهم. كذلك القوائم الماليه بالنسبه للانترنال يوزرز، بالنسبه للناس اللي جوه الشركه، منهم، طالعه من عندهم. لكن الناس اللي بره الشركه، اكسترنال يوزرز، المستثمرين الحاليين والمستثمرين المحتملين والدائنين، الكريديتورز والستوك اكستشينج والهيئات التشريعيه، كل الناس دي ليس لديها القدره على التحقق. كل الناس دي بتنتظر القوائم الماليه علشان تاخد قرارات. هل المستثمر يكمل استثماره؟ هل يسحب استثماره؟ هل يسحب جزء منه؟ هل البنوك تدي قروض تاني للشركه دي ولا لا؟ وتديها باي كريدت تيرم وباي شروط؟ كل ده الناس دول، الاكسترنال يوزرز دول، ما بيقدروش ان هم يعرفوا غير من القوائم الماليه المعده للغرض العام، General Purpose Financial Statements. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الفل.